بطموح كبير وبحسابات معقدة وذاكرة لا تنسى ما حدث في السنوات الأخيرة، تدخل الجزائر غمار كأس إفريقيا بالمغرب. الخضر أبطال إفريقيا سابقا يعودون إلى البطولة وهم يدركون أن الاسم وحده لم يعد كافيا، وأن القارة قد تغيرت، وكل منتخب يدخل اليوم بسلاح التنظيم والجرأة لا بالخوف من التاريخ. إذا تحدثنا نظرياً، الجزائر من بين المنتخبات القادرة على الذهاب بعيداً، فالخبرة موجودة، اللاعبون ينشطون في أعلى المستويات، والجودة الفردية قادرة على حسم أي مباراة في أي لحظة. لكن بالعودة إلى الواقع، الحظوظ مرتبطة بعامل واحد: الاستقرار والتركيز، لأن الإخفاق في النسختين الماضيتين لم يكن بسبب نقص الموهبة، بل بسبب التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في البطولة الكبرى. الجزائر لن تواجه في دور المجموعات خصوما مستحيلة، لكنها ستواجه منتخبات تعرف كيف تلعب كرة القدم وتعرف كيف تعقد المباريات. أما المنافسون الحقيقيون على اللقب فهم كثر: منتخبات معتادة على الأدوار النهائية، أخرى مدعومة بالجمهور والأرض، وأسماء تدخل البطولة كمرشح أول دون نقاش. وسط هذا الزحام، صراحة أن الجزائر لا تصنف كأوفر المرشحين، لكنها أيضا ليست خارج الحسابات. فالحد الأدنى المنطقي هو تجاوز دور المجموعات، والوصول إلى الربع النهائي يبقى هدفا واقعيا إذا سارت الأمور بشكل صحيح. أما الحلم الأكبر فمرتبط بقدرة المنتخب الجزائري على استعادة شخصيته واللعب بثقة دون خوف من الماضي. الجزائر لا تدخل البطولة لتملأ الفراغ، بل لتثبت أن كل ما حدث كان عثرة لا نهاية القصة. وهناك في المغرب، حيث التفاصيل تصنع التاريخ، سيختبر هذا الجيل: فهل هو قادر على العودة، أم أن القارة السمراء ستفرض واقعا جديدا؟